لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها، فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأحشاء من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان أنزل فيها، فحسبتها ستجيبني يا رسول الله، فحسبتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهليها. وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها. فغدت تقابلها بصبر أبيها لم تله عن جمع العيال وحفظهم بفراق إخوتها وفقد
بنيها يا لم أنس إذ هتكوا حماها فانثنت تشكو لواعجها إلى حامي هذه نساؤك من يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حاميها يسوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بساب أبيها عجبا عجبا لها بالأمس أنت تصونها واليوم آل أمية تبديها صاحت أنا مني أبو فاضل أجيب. الله عونك زينب، الله عونك على هالمصائب اللي تشوفيها. قالت أنا منين أبو فاضل أجيبه وراوي حال أخت الغريبة تقول أخويا بيا وجه طبت المدينة أنا شقول اللي يقول حسين وين أنا شقول اللي يناشدني من الناس أخوك حسين وين وين عباس أقول حسين ظل جثة بلا راس وعباس النفل قطعة وشماله واليمين اي والله وعباس النفل قطعة وشماله شماله واليمين وحسينا. الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بعد أن ذكرنا فيما سبق من خلال الآيات الشريفة ما كان من حديث حول زوجات النبي صلى الله عليه وآله وبما خصهم الله به، وكانت واحدة من تلك الميزات التي تميزن بها زوجات رسول الله أعطينا الوسام الذي
عرف عنهن بأنهن أمهات المؤمنين. لكن كما ذكرنا إجمالاً، كما أن هذا الوسام وسام تشريف، بحيث أي إنسان يرتبط برسول الله ويكون له شرف الارتباط برسول الله فيفتخر بذلك ويتشرف بذلك الأمر. لكن هم في نفس الوقت أن من ينتمي إلى رسول الله ويكون على صلة برسول الله، الله عز وجل كلفه بتكليف. كما عرفنا من خلال النص الذي ورد عن الإمام الصادق عليه السلام وهو يبين هذا الأمر لأحدهم حينما دخل عليه فقال له الإمام عليه السلام: كل حسن من كل أحد حسن ومنك أحسن لقربك منا. الحسن بشكل عام الكل فعلا ينجذب إليه، ولكن إذا كان الحسن يصدر من شخص ينتمي إلينا ينتسب إلينا محسوب علينا على أنه مرتبط برسول الله وبأهل بيته، فلهذا يقول للإمام: ومنك أحسن لقربك منا، وكل قبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. فإذا كان الأمر كذلك فكيف هو الحال بمن كان لهن شرف الانتماء لرسول الله وهن زوجات رسول الله؟ ولهذا الآيات الشريفة اللي احنا في صدد الحديث عنها أشارت إلى هذا الأمر، بعد أن بينت ما دار من حديث بين النبي وزوجاته، وجاءت لتبين أنه أنتم يا زوجات رسول الله لابد وأن كل واحدة منكم تعرف ما لها من مكانة ومنزلة. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قالت الآيات الشريفة: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. من جهة إذا صدرت المعصية يضاعف لها العذاب، إذا صدر منها الحسن هم يضاعف لها الأجر والثواب. ليش؟ ومو بس هالشكل، من خلال الآيات الشريفة جاي يتبين أكو هناك أناس العمل الذي يصدر منهم لا يختص بهم فقط، لا، إنما يكون له أثر عليهم وعلى غيرهم من الناس. أكو ناس هالشكل، يعني أنا مثلا يوم اللي رايح أصلي ويوم اللي رايح أصوم ويوم اللي رايح أحج وأقوم بأي عمل، بالنتيجة هذه الأعمال منفعتها وفائدتها ترجع لمن؟ ترجع لي أنا كإنسان متدين أريد أن فعلا ألتزم بهذه الأمور التي كلفت بها من قبل الله. وتارى أكو إنسان لا، مو أنه فقط يلاحظ نفسه بما هو إنسان مكلف من قبل الله وما لمكانته من أثر في نفوس الآخرين، بحيث أكو إنسان إذا صدرت منه الحسنة كان في عمله هذا طريق لهداية كثير من الناس. ما تلاحظ أكو واحد مثلا من يقوم بعمل من الأعمال بعمله هذا أثر على الآخرين فهداهم إلى الطريق الصحيح، وأكو ناس لا، وأكو إذا صدرت منه المعصية كان للمعصية الذي صدرت منه أثر في ضلال الآخرين وانحراف كثير من الناس.
ولهذا الآيات الشريفة مو بس تقول أنه الله عز وجل يضاعف لهم الأجر والثواب ديل اللي يقوموا بهذه الأعمال، إنما ويحاسبون على هذا العمل إذا صدرت منهم المعصية وإذا صدرت من غيرهم، وكان لهم أثر في ذلك العمل. شلون يمر عليك في الحديث الشريف: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. واحد يعترض يقول: شلون بعد أنا والبي على نفسي وأجي الآن وأحاسب على عمل غيري من الناس؟ مو إنصاف، هذا مو صحيح، ما يمكن. ليش؟ يقول: لأن الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله عز وجل يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طب أنا بعد مو مخليني أنا مغسل وضامن الجنة، هذا مو صحيح. بعد ذاك ارتكب المعصية وأنا أحاسب على هذا الفعل. يقول له: أنت ليش تحاسب على هذا الفعل؟ خلينا إحنا ويا العقلاء نخاطب هؤلاء العقلاء بما هم عقلاء. في أي مجتمع عقلائي؟ خب كان هذا المجتمع متدين أو غير متدين. لما الآن تجي إلى حتى المجتمع غير المتدين وتشوف أكو واحد من الناس صدر منه فعل من الأفعال، مثلا صدر منه عمل قبيح فسرق، إجا إلى بيت واحد من الناس وسرق أمواله، أقدم على جريمة قتل. زين، هذا الإنسان الآن بعمله هذا أثر بس على نفسه، سرق، وإذا هو في سرقته لأموال هذا الإنسان هم أدى إلى أن هذا الإنسان واجه مشاكل. ولهذا المجتمع العقلائي يقول: هذا الإنسان ما دام فعل هذا الفعل، يقولوا الفعل اللي صدر منه حسن لو قبيح، يقولوا أنه قبيح. زين، إذا كان الفعل الذي صدر منه قبيح يحاسب ويعاقب عليه لو لا؟ خلينا ويا القوانين الوضعية. قانون الوضعي هم يقول لابد أن يعاقب. ليش؟ لأنه يقول لك إذا لم يعاقب كان له تأثير على الآخرين، فمن أمن العقوبة أساء الأدب. إذا شاف المسألة هالشكل، خليني أسرق، خليني أقتل، خليني أعمل ما شئت وكيف ما شئت ومتى ما شئت، ولا من رقيب ولا من حسيب. قل له: تعال. هذا مو يأثر على نفسه فقط، هذا يأثر على نفسه وهم يأثر على الآخرين. والعكس، ما لو صدر منه العمل الحسن، هذا إذا خصوصا هو صاحب شخصية مرموقة هم أثر على نفسه وعلى الآخرين. تعال إلى مثال آخر ومثال يومي احنا نعيشه، مثلا الآن في القوانين الوضعية التي وضعت من قبل العقلاء، مثلا قانون المرور. قانون المرور لما أجي الآن وأشوف واحد قطع الإشارة، هذا اللي قطع الإشارة قد أثر على نفسه، عرض نفسه للخطر، هذا من جهة، وعرض الآخرين للخطر، وإن لم يقع شيء يمكن ما صار. يقول لك لكن مو كل مرة تسلم الجرة. اليوم ما صار في شيء، باكر يمكن يصير في شيء. إذا تمادى في فعله، زين، فقطع الإشارة، بقطعه للإشارة أثر على نفسه وأثر على الآخرين. لو هذا الإنسان ما عوقب وما حوسب على هذا الفعل أوجد حالة من الإغراء. طب هذا الآن كل يوم يقطع إشارة ما حد محاسبنا وما حد معاقبنا، أنا لو قطعتها يوم ما عندي مشكلة، فيقطع الإشارة، وصار الثاني هم كذلك، وصار الثالث هم كذلك، إلى أنه هذا بفعله الذي صدر منه صار أوجد حالة من الإغراء للآخرين،
حالة من الإغراء. فلهذا لو عوقب هذا الإنسان بمعاقبته يقول له هم إحنا عملنا على أن نمنع من وقوع هذا الأمر، وهو وقوع الحوادث اللي أنت رايح تكون سبب رئيسي لها. زين، ولهذا يقول فعلا هذا الإنسان يحاسب على هذا الفعل، وهم هذا الفعل اللي صدر منه، وإذا هو أدى إلى أن أوجد حالة من الإغراء عند الآخرين. لكن تعال، لو إجا إنسان وقام بعمل طيب، سن سنة حسنة، وهذه السنة الحسنة تداولها الناس. على سبيل المثال الآن لما نحن نجلس مو بس في شهر رمضان، يمكن احنا معتادين على أنه يكون هذا الأمر في شهر رمضان، أن تصير مجالس الذكر ومجالس قراءة القرآن. يجي واحد يقول لا، أنا مو أخلي بس مجلس القرآن قراءة القرآن في شهر رمضان، وإن كان شهر رمضان ربيع القرآن، لكن رايح أخلي أنا مجلس لقراءة القرآن على طوال السنة، أقلها في الأسبوع مرة، أجمع أولادي، أجيب جيراني، أصدقائي، بدل أن تصير جلسات لا منفعة فيها، أقول خلينا نسوي جلسة من خلالها إحنا نتعلم القرآن، ومن جهة أخرى نتعلم ما نحتاج إليه في أحكام ديننا ودنيانا. هذا الإنسان إذا سنها السنة الحسنة أقلها بين أولاده وتداولوها وصاروا يعملون بها يوم بعد يوم، سنة بعد سنة، مرت عشرات السنين، كان لهذا الشخص أثر في هذا العمل، وكان له ثواب بحيث اشترك في هذا العمل معهم. أو مثلا إجا وأراد أن يوجد حالة من الترابط والتزاور بين الناس والتراحم بين الناس، ليش ما أسوي لي أنا مجلس، ومجلسي هذا مجلس عائلي، أجمع أولادي وأجمع أرحامي حتى يصير بيننا علقة، اللي بحيث للأسف الشديد اليوم إحنا تعال هذا الولد هو يجي إلى زيارة والده، لكن أولاده ما يعرفوا يجوا إلى زيارة جدهم أو جدتهم، ما عندهم حالة من التواصل. أنا أريد أن أوجد هذا الشيء في نفوس أولادي، فأنا أعلمهم على هذا الشيء، أوجد مجلس، وهذا المجلس في كل أسبوع أجلس فيه، من خلاله أنا أقوي هذه العلاقة، علاقة التراحم والتزاور زين بين الأرحام، وتبقى هذه جيل بعد جيل، فبالنتيجة يكون له أثر فيما قام به. يمكن بعض الأشخاص إذا ما يلحظ جوانب مادية يقول هذا العمل لا فائدة منه، يمكن ما يلحظ إلى الجوانب الغيبية، كما هو حال البعض. مثلا لما مروا بهالآية لما مروا بهذا النص المبارك الوارد عن النبي الأعظم محمد، ورسول الله صلى الله عليه وآله يوم اللي طلع أمير المؤمنين لمواجهة عمرو بن ود العامري في معركة الأحزاب، اللي أول السورة المباركة اللي احنا في صدد البحث والحديث من خلالها أشارت إلى هذا الأمر. خرج أمير المؤمنين لمواجهة عمرو بن ود العامري، ضرب عمرو تلك الضربة اللي على أثرها ايش قال النبي؟ قال ضربة علي لعمرو تعادل أو تساوي عمل الثقلين إلى يوم القيامة. يمكن لما يجي واحد يحسبها من خلال الحساب الزمني يقول الضربة ما استغرقت دقائق، لحظات. الإمام عاجل عمرو بن ود العامري بضربة أرداه صريعة وانتهى الأمر. بعد النبي يجي يقول عمل اللي قام بأمير المؤمنين وإذا يعادل أو يساوي عمل الثقلين إلى يوم القيامة، هذا فيه مبالغة. هذا لاحظ الجانب المادي، ما لاحظ الجانب الغيبي.
قال له تعال ترى هذا العمل الذي صدر من أمير المؤمنين عليه السلام أكو إلى آثار صارت فيما بعد لو لا؟ كان من بينها أن واحدة من الإنجازات القرآن يصرح بها ويقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يدخلون في دين الله كان السبب والسر في هداية الناس وصلاح الناس ودخول الناس في الإسلام وإيمانهم برسالة رسول الله، هو واحدة منها أعمال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن هل عمل هذا اللي قام بأمير المؤمنين؟ لاحظ شلون قام بأمير المؤمنين. واحد فعلا لما يسنها السنن الحسنة ويقوم بالأعمال الطيبة اللي هو يريد من خلالها رضا الله. يمكن واحد يريد من خلال أعماله إرضاء نفسه وإرضاء الناس، بينما اللي يعمل لله يريد من خلال عمله الذي يقوم به أن يرضي الله ولا ينظر في عمله إلا رضا الله سبحانه وتعالى. ذاك اللي فعلا أعماله تلاحظ أنها تتناسب ويا فطرة الإنسان. لاحظ، ولهذا تشوف مثلا لما يعبرون عن شيخ البطحاء وشيبة الحمد عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه، وإذا هو أبو السنن، أكو سنن سنها شيخ قريش سيد البطحاء شيبة الحمد عبد المطلب عليه السلام، لما سن تلك السنن أقرها الإسلام. شاف هذا العمل الذي قام به وإذا هو يتناسب ويا فطرة الإنسان وفيه رضا لله سبحانه وتعالى. وما كان عبد المطلب ليقوم بذاك العمل إلا لأن عبد المطلب شخصية مؤمنة وموحدة ومرتبطة بالله سبحانه وتعالى. كان من بينها كما تذكر بعض الروايات أنه مثلا في قضية نكاح المحارم كالزواج بالأخت زين، أو مثلا من بينها الوفاء بالنذر، أو تحريم الخمر والزنا، أو سقاية الحاج اللي إجا القرآن يتحدث عنها ويبينها أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله. بعض الأحيان بعض الأشخاص يتفاخروا ببعض الأعمال اللي يتصوروا أنها من خلالها يتسنم العلياء ويصير إلى مكانة اجتماعية وقيادية بين الناس. هذا اللي يلحظ فقط الناس ويريد أنه يتحكم في الناس وبين الناس، بينما أكو هناك إنسان يعمل لله. ولهذا تقول الروايات يمر أمير المؤمنين عليه السلام على العباس وشيبة وكل منهما كان يتفاخر بهذا العمل. واحد يقول أنا جعلت لي سقاية الحاج، وذاك يقول جعلت لي عمارة المسجد الحرام. قال لهم أمير المؤمنين فإذا هذا اللي أنتم تتفاخروا به كل واحد جاي يتفاخر به، الله عز وجل يبين ترى ليس كمن آمن بالله واليوم الآخر الذي يعمل وعمله لله الله يضاعف إليه في العمل ويوجد أثر لذلك العمل. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. وهذا اللي فعلا عرف عن أمير المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين، عملهم ما كان ليكون إلا لله، فمن عمل لله الله ضاعف إلى في ذاك العمل وأجر ذاك العمل وبين أثر ذاك العمل إذا كان لله. ولهذا تشوف سيد الشهداء يقف بين يدي الله: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال. ليش كل هذا العمل؟
ليش؟ اللي تريده من هذا العمل. إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالسيف أربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وهو في ساحة المعركة يناجي الله وينادي في القوم: أنا الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي. وزينب تسمع صوته وهو في ساحة المعركة. لحظة وإذا بها أصبحت لا تسمع لأخيها الحسين صوتا. أقبلت لزين العابدين: يا ابن أخي، ما لي لا أسمع لأبيك الحسين صوت. قال: عم لعل الخيل والرجال حجبته عنا. قالت: حاش ابن والدي، روح ولدي شوف شو اللي صار. يقول: التفت إليها قال: عم ارفعي طرف الخيمة، عم سنديني، عم ذاك رأس والدي على رأس الرمح. بعضهم يقول: لا، يوم اللي طاح الحسين من على ظهر جواده وإذا بالفرس أقبل إلى خيامه يحمحم ويصهل ويقول في صهيله: الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. يقول: فخرجنا ربات الخدور. لكن إلى وين توجهت زينب؟ أقبلت إلى مصرع أخيها وهو على وجه الأرض. شافت على وجه الأرض وقد حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. التفتت إليه: أأنت ابن والدي؟ أأنت الحسين؟ التفت إليها وهي تقول له تخاطبه. شو تقول؟ قالت: سمعتي وين وتقربت لي، أنا سمعتي والله وين وتقربت لي، لقيت الولي متوسد يده، أنا لقيت 1900 جرح بي، يا جرح شد يا جرح خلي. قال لها يا زينب كل جرح بعضا يعوفي، لكن جرح لبجبدي يا زينب عينك عليه. الله. أبو علي بعد ايش عندك؟ قالت: خويا شتهيس يا خويا بونتك هاي، يقل هاي سهم اللي بجبدي يا زينب ذوب حشاي، مثلث ولا تمكن تطلع الا من قفاي، يا اختي تخليني اموت ولا احد وياي، جيبي لي سكينه قبل ما يفرق البيت. قالت: لسور الحرام يا حسين لا تجذب الولاد، بل قد يعزنا من الحرام تهدأ الرنات. أنا ودي أوصي المصرعة أكون جدل وياك، لكن ايش بيدي لازم ذيالي يتامك. شو تريدي بعد زينب؟ لو يقدر السجاد ينهض كان جيناك،
خدكني واسدوا بالدمع نغسل الطبرات وإماما قالها بلا تجهيز لازم يتركوني باكر تمر بي الضعين وتنظروني وانتي وخواتن كان ردتوا توصلوني طلع بسواد الليل يستركم عن الناس وحسينا يقلها وان كان يمي تقدرين تجيل لا باس والله لا باس وتوصلين المشرع يا مجسد عبا طلع بسواد الليل يا زينب يستركم عنينا ولزم الصبر يا عزيزة الزهرة الأمر فات صرخت ونادت أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك بمحمد وآل محمد لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. من على جميع المرضى بالصحة والعافية وعلى جميع الأسرى بالفكاك والراحة يا رب العالمين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمجاهدين بين يديه وتحت لوائه. اجعلنا من المقبولين والمرضيين عنده حينما ينظر إلى صحائف أعمالنا يا رب العالمين. أيد وسدد حماة الدين واجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا أرحم الراحمين. المسببون لهذا المجلس الشريف تقبل اللهم أعمالهم ووسع اللهم في أرزاقهم وإلى موتاهم سيما إلى روح الوالد العزيز المرحوم الحاج أبو محمد وإلى روح المرحومة الحاج أم محمد آل جمعان لهما ولأسلافهما ولأموات الحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب المباركة. الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل وسلم